جميعا، لأن اللي جعل أنه الأخ سجين أنه نجدوا فيه الثقة وهو أنكم كلكم يد واحدة وفريق واحد. الثقة اليوم فهي الثقة بكم كل واحد اللي هما جالسين معنا اليوم، وحتى كذلك الأخ الخريف اللي هو خارج الرباط راه هو في أكادير، فهو حتى هو معنا في إطار هذا. إذن أنا اللي باغي ونقولها لكم من دابا، الاستحقاقات المقبلة غتكون أصعب الاستحقاقات عليها، لأن أول مرة غتكون عندنا انتخابات تشريعية قبل من انتخابات الجماهيرية، وبالتالي اللي مشى بهذاك المنطق بأن اليوم الهدف ديالنا هو نجيبوا المقعد راه هو غلط. حنا في الحزب تنعتبروا بأنه اللي بغينا وهو نجمعوا مقاعد، أي المقعد 2026 والمقاعد 2027، لأن بغينا نبقاو شادين الجماعات اللي حنا تنترأسوها اليوم، وبغينا نزيدوا جماعات أخرى إن شاء الله باش نزيدوا نعزوا، ويكون عندنا حضور قوي كذلك على الصعيد ديال الغرف المهنية، ويكون عندنا كذلك حضور قوي على الصعيد كذلك ديال الجهة والمجالس الإقليمية والمجلس الإقليمي ديال هنا، ويكون عندنا كذلك حضور قوي بحال اللي درنا في 2021 والاتحاد العام الشغالين جا هو الأول. بغينا الاتحاد وبالتالي بهذا الروح، بهذه العزيمة، بهذه الرسالة اللي تكلمت عليها، وبهذا المشروع اللي تندفع عليه، حزب الاستقلال إن شاء الله سينتصر وسننتصر جميعا.